أنه كم من مضطر أجابه، وكم من مريض شفاه، وكم من مبتلى عافاه، وكم من مهزوم نصره، وكم من مظلوم غلبه، وكم من محتاج أغناه، وكم من طريد شريد آواه، وكم من محتاج أعطاه، لا يملك ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. لا تقول لك شيوخ الطرق، ما في شيوخ طرق. الكمال لله سبحانه وتعالى وحده، والقضاء بيد الله سبحانه وتعالى وحده، والإغناء بيد الله سبحانه وتعالى وحده، والإحياء بيد الله سبحانه وتعالى وحده، والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. الناس كلهم يا اخوانا مصابين على الاموات من دون الله سبحانه وتعالى، مقبلين على شيوخ الطرق من البرع والكباش والمكاشف والصايمتيمه والركاني وغيره. عشان كده تعلم ان من دلائل التوحيد كمال الله سبحانه وتعالى، ومن دلائل توحيد الله عز وجل جلاله، وصفات الله عز وجل كلها صفات جلال. عظمته، رحمته، قدرته، حياته، ملكه، نعمته، كلها صفات جلال لله سبحانه وتعالى. كذلك من دلائل توحيد الله عز وجل جمال الله تبارك وتعالى. تقارن الله بالشيوخ، تقارن الله بالأموات، تقارن الله بالمساكين، تقارن الله بالضعفاء، تقارن الله بالعجزة. أن الناس يخلوا الكريم سبحانه وتعالى يقبل على الأموات. أفتح القبر يا اخواننا، الناس المتلمين حول قبر حسن والحسونة، الملمومين جنب القبر بتاع المرغدي، الملمومين جنب القبور. افتح القبر جوا، افتحه. في شنو جوا يا اخي؟ في شنو جوا القبر؟ جوا في شنو؟ في عظام، في رميم، في جثث. أيقبل الناس على الجثث وعلى الرميم وعلى العظام ويترك الله سبحانه وتعالى؟ يا أخي قول ما رميم، قول الشيخ حي قاعد في العنقريب. أتقبل على شيخ يمرض، الشيخ تلقى تعبان مريض ولا ما بيمرض الشيخ؟ من فولازه ولا يفهم وجوده؟ بيمرض ولا لا؟ سؤال. ليش يبقى الطرق الصوفية بيمرض ولا ماشي شغال طوالي بالكهرباء؟ الشيخ بيمرض وتعبان. الشيخ ممكن تجيه حمى، صح ولا ما صح؟ الشيخ ممكن يضعف يقدر يبات. تدعو شيخ يحتاج إلى دخول الخلاء، يخش الحمام أكرمكم الله، يشيل الإبريق، الشيخ ذاته يشيل الإبريق ويفتح باب الحمام ويقعد يجنب. تعبدوا زي ده، تناديه، تلتجئ إليه، تحب محبة الله، تعتقد فيه النفع والضر مع الله، تعتقد انه يقول لك كن فيكون ويعلم الغيب ويجيب الرائحة ويعمل اي حاجة، وهو بهذا المستوى. قول ده كله خليه. الشيخ يكبر في السن، شيخ ذاته شيخ الطريقة يكبر، يخرف، يفك، يطش شبكة. الشيخ ذاته يخرف، يترك الناس الله سبحانه وتعالى ويقول على هذا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام عنده حديث في الصحيح يقول إن الله جميل يحب شنو؟ الجمال. عشان كده احنا قلنا الله متفرد بالكمال والجلال وشنو؟ والجمال يا اخواننا. جميل، الله جميل. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر في السماء لا تضامون في شنو؟ في رؤيته، بدعاين لله كده. بعدين النظر لله ما زي النظر للشيخ. أسي الجماعة الخدمية يقول لك نظر يا منو؟ يا أبو هاشم. عرفت الكلام ده؟ شوف ناس الجنة بينظروا لله يوم القيامة بعينه. لا، في الدنيا نظر لله ما فهموا الكلام ده. زي ما قال ربنا لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله شنو؟ دكا وخر موسى صعيقا. فلما قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك بقوة وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. نظر لله في الدنيا ما في، لكن يوم القيامة الناس جوا الجنة في المتعة العظيمة من الطعام والشراب والدور والأنهار والخيام والحور العين إذ يتجلى الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. ربنا يظهر لهم يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند ربكم تبارك وتعالى يريد أن ينجزكموه. قالوا أولم ينجنا من النار ويدخلنا الجنة ويبيض وجوهنا؟ قال فإن موعدهم أن يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم شنو؟
أبدا. ثم يكشف ربنا تبارك وتعالى الحجب عن وجهه. الله يكشف الحجب عن شنو؟ عن وجهه فيراه المؤمنون في الجنة. اللي بيحصل شنو؟ قال فيذهلوا عما في أيديهم من النعيم. الناس اللي كانوا بياكلوا وبيشربوا مع أزواجهم من الحور العين، أي زول يوقف الحاجة اللي بيعمل فيها وينظر إلى الله سبحانه وتعالى. ينظر لله، يعين لله. ربنا سبحانه وتعالى قال وجوه يومئذ شنو؟ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو جمال الله عز وجل. فالله عز وجل جميل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يحب الجمال. وقال إن الله طيب لا يقبل إلا شنو؟ إلا طيبا. عشان كده من دلائل التوحيد كماله وجلاله وجماله سبحانه وتعالى. ومن دلائل التوحيد نقص من هم سواه، الغير ناقصين. ده من دلائل التوحيد. يا أخي ربنا سبحانه وتعالى يناقش النصارى. الفرق قال لنا شو بين النصارى العبدوا عيسى وبين أهل الطرق العبدوا الشيوخ الطرق. قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ناس عيسى وأمه الاثنين بيحتاجوا إنه يحطوا لهم الأكل ياكل. وأنا بقول لك شيوخك اللي أنت بتنادم من دون الله سبحانه وتعالى، الواحد يجوع كان ما جبت له صحن المهيوبة ولا جبت له الكسرة، الزول ده بيجهجه شديد. ممكن إذا أكل الكسرة يقول لك بالله الحقنا بالشاي، لأنه أنا عندي مزاج مع الشاي بعد الغداء. صار عنده مزاج للشاي بعد الغداء، ده تناديه معانا يعني يقول ما لقى الشاي ده يعمل لك شيء. يقول جاي يمساك ساكت ما يسوي لك شيء. زول بيشرب شاي وبياكل مهيوبة وبياكل كسرة، ده تعمل بيه شيء. عشان كده دي من النقائص. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بين لك إنه المعبودين من دون الله سبحانه وتعالى من نقائصهم أنهم يطعمون. عشان كده قال الله عز وجل في سورة الأنعام وفي في الولي في الله سبحانه وتعالى قال وهو يطعم ولا يطعم. الله بأكل الشيخ وبأكل المقدم وبأكل الحوار وبأكل الجماعة دي كلهم. أسيد الواضح دي قال بأكلنا بأكلهم الله. انت قال لو ما الله بأكلنا هذا النادي المبكات وتار كدرة شديدة. العالم ده كله الله قاعد يرزق. والله سبحانه وتعالى تقدس وتعالى عن الطعام والشراب والسنة والنوم تبارك جل جلاله. الله أكبر. يا اخوانا نحن مشكلتنا الليلة في مجتمع مسلم. احنا وين قاعدين؟ احنا في اوروبا؟ لا، نحن في السودان، الان في الخرطوم. نناقش المسلمين انه يخلوا المقبورين والشيوخ ويخلوا الاولياء والصالحين ما يعبدون، ما ينادون، ما يحلفوا بهم، ما يتوكلوا عليهم، ما يخافوا، ما يرجون، ما يقبلوا عليهم، ما يذلوا لهم، ما يخضعوا لهم. ده كله دايرينه لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. الكلام ده الغلط فيه شنو؟ وروني هذا غلط. الغلط شنو يعني؟ الغلط شنو؟ في من احنا نقول لك خلي الحي، خلي الميت ونادي الحي، خلي الضعيف ونادي القوي، خلي الفقير ونادي الغني، خلي اللي بيموت ونادي الحي اللي ما بيموت. هذه فيش. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام في دعائه قال فأنت حي لا يموت والإنس والجن شنو؟ يموتون. كده تفهموا يا اخوانا. والمجتمع ده لازم يفهم إن شيوخ الطرق والناس النصبون يستغيثوا بهم. والزمان البرعي مثلا ويا رجال العيلفون لا استعمل تليفون، ديل كلهم عبيد ضعاف لا يملكون لأنفسهم، ما لنا نحن لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشور. طيب زول ما بيملك لنفسه حاجة، حيملك لي أنا شيء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام يبين للناس بصريح العبارة في سورة الجن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله يجوا أحدا. يعني ما تنادي مع الله غيره. أحد نكر في سياق النهي تفيد شنو؟ العموم. يعني ما تنادي مع الله أي أحد، فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم ضرب المثل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا الآن أضرب المثل برسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان الرسول كما هو في سياق الآيات فما بالكم بشيوخ الطرق الصوفية زي البرع والكباش والمكاشف وغيره. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل يعني يا محمد كلم الناس، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني أنا يعني الرسول لا أملك لكم ضرا
ولا رشد. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه شنو؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يقول أنا أدعو ربي وما أشرك به أحد، وأنا لا بملك لكم لا ضر لا رشد، وما بملك لغيري لا ضر لا رشد، لو كان ده الرسول صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أي واحد ثاني شنو؟ عشان كده يا اخوانا الموضوع ده واضح، نحن تعبانين لنا زمن في البلد دي، لنا زمن طويل طويل دارين نقنع البشريه ده انه يخلوا الموتى يقبلوا على الله. اخر دليل من دلائل التوحيد انه لو كان الشيوخ الذين يدعون ويلتجأ اليهم من الصالحين صالحين على الحقيقه فلا بد من المقارنه بين اتباع هؤلاء الصالحين وبين الصالحين. يا اخي الكلام يا اخوانا، أن نفترض إن إحنا الآن ما قاعد نناقش في ناس البرع والكباش والمكاش والصايمين، أن نفترض إن إحنا بنناقش في ناس بيعبدوا محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. تعال أنت بتنادي إنه منادي الرسول أجيب، وأنت بتنادي إنه منادي أبو بكر أجيب هنا، وأنت بتنادي إنه منادي عثمان أجيب عمر علي. طيب السؤال لك، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا بيدعوا ولا ما بيدعوا؟ بيدعوا. بس ده سؤال، بيدعوا ولا لا؟ طيب بيدعوا منه؟ الله. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا بيدعوا الله، والدليل حديث في الصحيح، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في ليلة بدر ولو رأيتنا ليلة بدر وما منا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكرة بدر، بكرة الصباح هيحاربوا المشركين، الناس نايمين، الرسول صلى الله عليه وسلم واقف ما نايم، واقف على حاله قدام شجرة بيصلي ويبكي ويدعو. يصلي ويبكي ويدعو. يوم بدر الصباح والناس في المعركة الرسول بيرفع يديه عليه الصلاة والسلام كده فوق بيدعو الله. الناس يقول لك الأولياء وما أعرف شنو غرف البحر بيكم الله ما تعذبونا معاكم سكت. يا اخي ده الرسول صلى الله عليه وسلم واقف والمشركين قدامه رافع يدينه لله لانه عارف كما قال عمر ان الامر لا ياتي من ها هنا انما الامر ياتي من وين؟ يعني من الله. رافع يدينه لله. العبايه تقع من ابو بكر الصديق يشيل العبايه، ده الولد نمره 2 في الامه دي، شال العبايه رفع له في كتفينه قال له يا رسول الله بعض مناشدتك ربك. يعني شو الكلام؟ يعني ما تسأل الله كثير، تعبت من الدعاء. بعض مناشدتك ربك فإن الله منجزك ما وعدك. الله مش قال لك بينصرك، هاي بينصرك، قال لك اللي بينصرك ما في كلام. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله والأولياء من الصحابة بيدعوا الله، نحن نخلي الله ندعو الأولياء؟ في ناس ما عندكم موضوع؟ عندكم موضوع. إذا كان الأولياء والأنبياء بيدعوا الله، نحن نخلي طريق الأولياء والأنبياء نخليه ننادي الشيوخ؟ ما بننادي الشيوخ والله، ما بننادي إلا الله. الله أكبر. سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. عشان كده يا اخوانا الدعوة الآن إنه الناس تترك الطرق، وتترك الطرق ما معناته يتبقى معانا، احنا ما عندنا طريقة معينة وشيخ ويبايعون، ما في. تعمل شنو؟ توحد الله يعني تعبد براه، وشوف الرسول عمل شنو تسويه. ان شاء الله ما تقابلنا كله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.